بدون أي تعقيد إن شاء الله هاخلّيكِ تعمليها وتطلع معاكِ ناجحة من أول مرّة. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض بسبوسة بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. مع بعض كده معايا كوبايتين ونُص من دقيق السميد الناعم، باروح عند العطار أجيب أي نوعية دقيق سميد ناعم، وبأكد على إن هو يكون ناعم عشان في نوعية بتكون خشنة. ومعايا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعايا ظرف فانيليا، والمكونات الغامقة ديّة عبارة عن معلقتين كبار من جوز الهند، عليها معلقة كبيرة من لبن البودرة، وحمرتهم كده عندي على النار وخليتهم ياخدوا اللون الدهبي دوّة، عايزة أقول لِك مخلّي البسبوسة في حتة تانية خالص. وبعد كده معايا كوباية إلا ربع من السكر. أنا هنا باقول لِك المعايير بالكوباية، أي كوباية عندِك هتشتغلي بيها من أول المكونات هي دي اللي هتمشي معاكِ لآخر المكونات. كده خلاص خلصنا المكونات الجافة، معانا المكونات السايلة. معايا ربع كوباية من العسل الجلوكوز أو عسل أبيض أو عسل شربات فايض عندك من بتاع الكنافة، هيمشي الحال وهتكون حلو جدا معاكي. معاكي كمان نص كوباية هنا من السمنة، يفضل يكون سمنة بلدي، هتفرق معاكي طبعا في طعم البسبوسة وهتخليها في حتة تانية خالص. معايا كمان نص كوباية من اللبن، وأنا مسيّحة عندي السمنة، فالسمنة عندي كانت سخنة وحطيت عليها اللبن سقعان، فبقى الخليط معايا دافي. يُفضّل إن أنا الخليط أحط صباعي فيه أستحمله يكون زي دمعة العين، لو سخن هيحجر معاكِ في البسبوسة، لو بارد أوي برضه مش مستحب. بعد كده هاضيف المكونات دي عندي على المكونات الجافة، وكده خلاص أنا خلّصت. نيجي هنا لأهم مرحلة، ما تعجنيش. أنا هنا باقلّب بس، أخلّي الدقيق يختفي، خلاص كده أنا مش هاقلّب تاني ومش هازوّد في التقليب. كل ما تبالغي في التقليب كل ما تطلع معاكِ البسبوسة ناشفة، خدي بالِك دي خطوة مهمة جدًا. بُصّي كده أنا أول ما هالاقي الدقيق اختفى خلاص أنا مش هاقلّب تاني. كده خلاص زي ما أنتم شايفين القوام عامل معايا زي الرمل المبلول. هاجيب عندي صينية مقاس 26 وأدهنها كده بالسمنة، وأنزّل عندي الخليط زي ما أنتم شايفين ما شاء الله قوامه باين جدًا في التصوير. طبعًا بقى هنبتدي إن إحنا هنسويه ونفرده معانا في الصينية بتاعتنا. هاقول لِك بقى على حاجتين مهمين جدًا تاخدي بالِك وأنتِ شغالة في البسبوسة. أول حاجة القوام لازم تحصلي عليه بنفس الشكل ده عشان تطلع معاكِ مضبوطة جدًا. تاني حاجة يُفضّل إن أنتِ الكوباية اللي هتستخدميها في البداية من أول المقدار الجافة لحد المقادير بتاعة الشربات، هي دي الكوباية اللي هتمشي معاكِ في كُلّه. كده تمام، تمام. طب في حاجة تاني أنا هاقول لِك عليها، يُفضّل إن أنتِ أول ما تخلّصي البسبوسة تبتدي تشغّلي الفرن، وأسيب الصينية عندي ترتاح لمدة 10، 15 دقيقة، وبعد كده أدخّلها عندي الفرن السخن الحامي مسبقًا. طبعًا بقى جِبت هنا مَيّة، بلّيت إيدي بالمَيّة وسويت عندي البسبوسة أو وش الصينية كده عشان يبقى سطحها ناعم، وبعد كده ضِفت عندي مكسرات، مش حابة تضيفي ما فيش أي مشكلة خالص. بعد كده بقى هنعمل الشربات. الشربات طبعًا بتاعنا بيكون سخن والبسبوسة بتكون سخنة. هادخّلها بقى عندي الفرن على درجة حرارة 220، هتقعد معاكِ لمدة نُص ساعة أو 35 دقيقة على حسب بقى الفرن بتاعِك. مقادير الشربات هي نفس الكوباية اللي استخدمتها في البداية، معايا كوباية من السكر عليها كوباية ونُص من المَيّة، بدون أي إضافة أي حاجة تاني. هارفعهم عندي على النار ولا هاقلّب ولا هاعمل فيها أي حاجة. خلاص كده أنا هارفعهم على النار، وكده البسبوسة بتاعتي كانت خرجت. البسبوسة معايا سخنة جدًا والشربات بيغلي، ما باسيبهوش يغلي كتير، هو مسافة ما بيغلي باسيبه دقيقتين وأطفي عليه. زي ما أنتم شايفين كده الشربات معايا سخن، وحطيت عندي معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، وتقدري كمان تستبدليها بمعلقة من الفانيليا، ما فيش أي مشكلة خالص، بس السمنة البلدي هتخلّي معاكِ البسبوسة في حتة تانية خالص. بعد كده سقيت عندي الشربات على طول، سقيت البسبوسة وهي سخنة كده بالشربات، وحطيت عندي بقى المقادير كلّها، هي المقادير كلّها مضبوطة ما تفوّتيش منها ولا حاجة، عشان هي ما شاء الله مضبوطة جدًا على المقادير بتاعتنا. عايزة أقول لِك إن أنتِ هتاكلي أحلى صينية بسبوسة. زي ما أنتم شايفين الصينية بتاعتنا أو البسبوسة بتاعتنا ناجحة جدًا، زي ما أنتم شايفينها ما شاء الله شربت كل الشربات اللي إحنا ضفناه لها. زي ما أنتم شايفين كمان هنا باوريكم بعد ما بردت ما شاء الله بتضغطي عليها وأنا باقطّعها كمان هتبان قد إيه هي طرية. شايفين وأنا باقطّع فيها ما شاء الله باينة جدًا قد إيه هي طرية. هابتدي كمان إن أنا أطلّع منها قطع كده عشان أوريكم قد إيه هي مُرمّلة وجميلة معانا وطرية جدًا.
عايزة اقول لك ان المقادير بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبك جدا، وسكرها مظبوط للناس اللي مش بتحب الحاجة مسكرة قوي. جربي المقادير دي وان شاء الله هتدعي لي، وتعالي اكتبي لي تحت في التعليقات المقادير بتاعتي عملت معاكي ايه من غير اي تعقيد، وان شاء الله تعمليها في منتهى السهولة. في 5 دقايق هتكوني خلصتي البسبوسة بتاعتك. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله مرملة جدا وطرية، اللهم بارك. وهنا بقى برضو بوريها لكم بعد ما بردت خالص وقعدت لعندي لتاني يوم، ما شاء الله جميلة جدا. يلا اشوفكم في فيديو جديد حلوين، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، وكل سنة وانتم طيبين. هستنى رايكم تحت في التعليقات بعد ما تجربوا الطريقة، وتقولي لي عملتوا ايه. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.